تعليق قوي جدا من محمد أبو تريكة على أزمة اللاعب وسام أبو علي مع النادي الأهلي وطلبه الرحيل وموقف النادي الأهلي من بيع اللاعب، حيث قال تريكة تصريح قوي جدا، تصريح مهم جدا يا أهلاوي يا عظيم. اعمل اللايك، دعم تصريح أبو تريكة بلايك ونبدأ التصريح على طول. حيث قال تريكة: عاجبني ان الاهلي لحد دلوقتي في قصة وسام ابو علي راكز وهادي ورايق اكتر مننا بكتير جدا. وسام بيستهدف اصلا وعايز مشاعر الغضب اللي عندنا كجمهور وتفكيرنا الانفعالي ومبدأ سكة السلامة، دول اللي وسام عايزهم كأدوات تسهل على النادي قرار رحيله من اول لحظة. وسام بيعيد نفس مشهد رحيله من فريق سيروس السويسري، وهو حكى ازاي ضغط على ناديه وازاي اشتغل واتحرك علشان يمشي من فريقه. الفارق في المشهد بين سيروس والاهلي ان الاهلي قاري المشهد، اعمل زي ما تعمل، بسيطة في لايحة بتطبق عليك. ولو انت قصتك فلوس فانت كل يوم بتخسر فلوس بعقوبات وصلت لدلوقتي ل20% من عقدك يا وسام، حتى التصريحات الرسمية امبارح واللي اكيد الوكلاء بيستنتجوا منها موقفك كان التعامل مع الموضوع بهدوء مبالغ فيه. كمان ببساطة الاهلي متمسك بمطالبه، واللاعب لو خالف اللائحة عادي في عقوبات. انا بشوف ان التمسك بالسيناريو ده هيخلي الاهلي يخرج من القصة دي كسبان في الحالتين. لو ما قدرتش توصل للارقام قريبة من القيمة اللي انت حددتها واللاعب استمر، فانت وصلت رسالة لباقي الفريق ان القصة بيحكمها نظام واضح ما فيهوش لو يدراع. ولو جه الرقم اللي يوصل انك تاخد من ورا وسام 10 او 9 مليون دولار فانت هتكون كسبت فلوس وكسبت المفاوضات. ميزة الاهلي اللي انا شايفها لحد دلوقتي ان رغم ان الجمهور مسهل على النادي اي قرار، الا ان الاهلي ملعبش بقواعد وسام ووكيله، لا لعب بقواعده هو، وإلا كان زمان وسام مشي ب4 مليون دولار وحاسس انه اكرمنا كمان. لا شابوه لإدارة النادي الاهلي.